في هذا الفيديو اليوم غنوجدوا معكم بطبوط صحراوي، بطبوط ديال الشحمه ديال هذا البرد. تابعوا معنا الفيديو حتى الاخير. على بركه الله، في القصريه ديالنا درنا نص كيلو ديال الدقيق الزرع ونص كيلو ديال الفينو ونص كيلو ديال الدقيق الابيض، وفي الوسط درنا معلقه كبيره ديال خميره حبيبات ومعلقه ديال السنيده، وضفنا ليهم كميه من الماء الدافي وخليناهم يتفاعلوا. ومن بعد ما تفاعلت الخميره ديالنا كنضيفوا الماء بالتدريج، كنعجنوا العجينه ديالنا. الماء بطبيعه الحال يكون دافي. ومن بعد ما عجناها كنزيدوا ملعقه صغيره ديال الملح، كندوفوها في شويه الماء دافي، وكنعجنوا بطبيعه الحال العجينه ديالنا مزيان. وهذا هو السر اللي كيخلي العجينه تنجح معنا وتنفخ معنا الخطوط من اول تجربه لينا، هي اننا دائما نخليو الملح حتى الاخير عاد نزيدو. ومن بعد كندوزو للحشوه ديالنا اللي فيها 800 غرام ديال الشحمه مطحونه مزيان، وبصله كبيره مشلضه مزيان، وعندنا تقريبا 8 الخيزوات يكونوا محكوكين بالحكاكه الرقيقه وعصرناهم مزيان، حيدنا منهم داك الماء. وكنزيدوا ليهم التوابل ديالنا اللي هما ملعقه صغيره من الكمون وملعقه صغيره من الابزار وملعقه صغيره من الخرقوم وملعقه صغيره ديال الملح وملعقه كبيره ديال التحميره. وكنضيفوا 2 معالق كبار ديال المعدنوس والقزبر و6 دروسه ديال الثومه محكوكين. ومن بعد كنخلطوا الحشوه ديالنا مزيان وتنقسمها على نصفين، والنصف كنزيد له واحد السودانيه حاره مشلطه، نشلطها مزيان وكنضيفها على واحد النص يكون عندي حار، والنص الاخر تنخليه هكا. وفي هاد الاثناء راه العجينه بطبيعه الحال راه هنا خمرات معنا مزيان، تنقرصوها. وتنقسموها لكويرات على حسب الحجم اللي بغينا ديال البطبوط. انا هنا درتو كبير. من بعد ما قرصناهم بطبيعه الحال ضروري في الدقيق الابيض، وغنخليهم يرتاحوا غير واحد 5 دقائق، لان اصلا العجين ديالنا راه ارتاح معنا في الاول، راه من بعد ترتاح معنا بسهوله. وهنا فاش ارتاحوا معنا الكرات ديال العجين راه كنقرصوهم كما قلت لكم، ضروري تقرصوهم في الدقيق ديال الفورس. دقيق الفورس ما تخليش الحشوه تخليش العجين يتقطع، وتتبقى الحشوه لداخل ما كتقطعش العجين معنا. وهنا كنعمروا الكرة ديال العجين كامل ديالنا بالحشوة، وكنقرصوهم عاوتاني وكنخليهم يرتاحوا. ومن بعد فاش ارتاحوا معنا عاوتاني الكرات ديالنا ديال العجين اللي عمرناهم بالحشوة، راه كنبداو بديك الاولى اللي عمرنا.
وتنقرصوهم كاملين وكنخليهم يرتاحوا واحد 5 دقايق حتى ل6 دقايق، وعاد تبقى نطيبوهم إن شاء الله. كنسخنوا المقلاة ديالنا الثقيلة، كنسخنوها مزيان ومن بعد كنطيبوا البطبوط ديالنا، وهنا كي كنحسوا به نشف راه كنقلبوه، ما كنخليوش حتى كيطيب مزيان من التحت، كي كنحسوا بها نشفات تنقلبوا البطبوطة ديالنا على الجهة الأخرى. كونوا أكيدين إلا تبعتوا هاد الخطوات اللي عطيتكم في العجين راه غينجح معاكم العجين ديالكم ديال البطبوط وغيتّاخد معاكم مزيان من أول تجربة ليكم. وكانت هذه هي النتيجة ديال البطبوط ديالنا كما كتشوفوا راه منفوخ ومهوي من الداخل وناجح معانا. بطبيعة الحال إلا تبعتوا جميع الخطوات اللي قلت لكم راه غينجح معاكم البطبوط من أول تجربة. بطبيعة الحال هذا كنقولوا للمبتدئات. ومادام وصلتوا الفيديو ديالنا حتى لهنا نتمنى تشاركوا معنا في مطبخ سهل وبسيط كل أسبوع، والاشتراك وتفعيل الجرس. وشكرا، وإلى اللقاء في فيديو آخر.